وموجود معانا هنا الحاج سعيد من احد رجالة المنطقة الجمال، الانسان المثقف الجميل اللي عايش في منطقة وادي الحمامات. بقالك كام سنة هنا يا حاج سعيد؟ 14 سنة. 14 سنة ما شاء الله. ايه بقى، ادينا نبذة كده مختصرة عن ايه وادي الحمامات ده؟ وادي الحمامات ده بيمثل جميع الفراعنة أو جميع العصور الفرعونية استخدمت وادي الحمامات كطريق للبحر الأحمر، اها. بالإضافة لاستخدامه في لاستخراج الذهب والمعادن الثمينة وغيره وغيره. وتم استخدامه برضو أيام العصور الرومانية والإسلامية، أيام الحج والزيارات للمناطق المقدسة، والعصور الحديثة برضو. وكانوا بيستخدموا منه برضو حجارة التوابيت وكده. حجارة التوابيت البخن نطلق عليها باللغة اليونانية باللغة المصرية القديمة بخن. عسل. ودي من عصر الدولة المخربشات والكتابات يمت لجميع أنواع جميع العصور. جميع العصور الفرعونية واليونانية والرومانية كله، مرورا حتى بالعصور ما قبل التاريخ. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا حاج سعيد، ربنا يزيدك يا رب. لأن الفترة دي قبل التاريخ كانت مزدهرة بالأشجار والشلالات المياه كان في شلالات وأفيال ونعام سترايس ما شاء الله والزراف وكله وأفيال. الحاج سعيد يعتبر معشوق للبعثات الأجنبية، لأنه ما شاء الله دارس في الموضوع هنا وعايش بقاله سنين هنا، فراجل عنده خبرة ما شاء الله عليه وربنا يزيده. أنت قلت لي في أغنية عن وادي الحمامات. انت الوحيد اللي عارفها. باللغه الانجليزيه اسمها ذا جيرل في وادي الحمامات. فتاه وادي الحمامات. يا نهار ابيض. لغه اغنيه جميله، قصه رومانسيه، قصه حب هي. ودي سنه كام دي كانت؟ انا اعتقد تسجيل الاربعينات او يا نهار ابيض. قديمه، هي قديمه. بس التسجيل حاليا موجود على النت، موجود يعني. بمناسبه الاربعينات، في هنا كتابه عملها الملك فاروق مش كده؟ سنه 43. كان هيفتتح بعد التطويرات في المنجم هنا في مناجم الذهب. بعد ابوه الملك فؤاد افتتح منجم ضخم هنا برضه قبله في الثلاثينات. هو جه بقى فجأة كمل وراح كاتب اسمه على الاحجار زي القدماء المصريين. تخليد اللي اسمه كان سنة 1943 ايام الحرب العالمية الثانية. والمهندس بتاع الطرق ساعتها برضه حسن الخولي كتب برضه اسمه. لانه جاء ظبط الطريق قبل ما تيجي الحملة دي او الزيارة دي. حبيبي يا عم سعيد، الله يكرمك يا حبيبي، متشكرين. يلا نكمل طريقنا دلوقتي. الحاج سعيد برضه في حاجة كده عايز يوريها لنا، اللي هي الابراج الرومانية اللي هي قدامنا دي، صح؟ الجبل اللي فوق الجبل دي. مالها دي بقى يا حاج سعيد؟ الابراج الرومانيه دي مهمتها على طريق قفط القصير. بيكون عليها كان عليها حراس زمان من 4 ل 8 حراس ايام العصور الرومانيه، وبعدها العصور الاسلاميه. كان زمان استعملوا الاشاره اللي هي الضوء والنور بالليل. اما بالنهار فكانوا بالاشارات، لان كل برج والثاني بينه وبين الثاني حدود 3 كيلو او 2 كيلو. وبيكون برضه في الاماكن اللي هي صعبه شويه بفرس او حصان يبلغ الرساله. 68 برج من قفط للقصير يبلغوا الرساله في حدود يعني دقائق معدوده. عسل يا حاج. من قفط للقصير 68 برج على الجبل كله بيشوف بعضه. يا حبيبنا، ربنا يعزك. تسلم يا حاج سعيد.